هو بعد حبس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة شهر، يا ترى مين هيكون رئيس نادي الزمالك خلال الفترة دي؟ ومش بس كده، كيف سيتم اختيار رئيسا للزمالك؟ هل من قبل أعضاء الجمعية العمومية ولا من قبل أعضاء مجلس الإدارة؟ ولا ممكن الموضوع يكبر بقى وتتدخل اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة؟ والسؤال الأهم دلوقتي واللي عارفك أكيد بتسأله، هو بعد الشهر ده مرتضى منصور هيرجع تاني لنادي الزمالك ولا لأ؟ أحب أطمنك وأقول لك لأ، بس صلى على النبي وتعالى في دقيقتين ألخص لك حوار مرتضى منصور كله وأقول لك إيه اللي نادي الزمالك داخل عليه. بس في البداية لو أول مرة بتشوفني ادعمنا كده باشتراك، سبسكرايب حلو منك، لكن لو أنت عامل اشتراك وبتشوفنا هتصلي على النبي في كومنت وتعمل لايك للفيديو وتبعته لكل أصحابك. بص يا سيدي، النهارده السبت 25 فبراير حكمت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور. طعن على ايه؟ على الحكم بحبسه لمدة سنة مع الشغل والنفاذ. بسبب ايه حبسه؟ بسبب سب وقذف الكابتن محمود الخطيب. وبالتالي بما ان محكمة النقض رفضت الطعن وجب نفاذ الحكم اللي هو بالفعل بدأ من النهارده، وحاليا المستشار مرتضى منصور مشرف في سجن المزرعة. طب بما انه بقى مشرف في سجن المزرعة، مين هيكون رئيس نادي الزمالك؟ ما هو مش طبيعي نادي الزمالك هيكون من غير رئيس، خصوصا ان الزمالك ما عندوش نائب للرئيس، لان الاستاذ مصطفى هدهد نائب الرئيس كان استقال ولم يتم تعيين او لم يتم اجراء انتخابات على مقعد نائب رئيس نادي الزمالك. فحاليا الزمالك بدون رئيس وبدون نائب رئيس. علشان كده مجلس اداره نادي الزمالك انعقد اليوم في جلسه طارئه الساعه 5 واختاروا ممثل لنادي الزمالك. مين بقى القائم باعمال نادي الزمالك؟ الاستاذ سليمان وهدان، عضو مجلس اداره نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، هو حاليا القائم باعمال رئيس لنادي الزمالك. طب ده لغايه امتى؟ لغايه لما يحصل الاتي بقى: انتخابات جمعيه عموميه على مقعد رئيس نادي الزمالك ونائب رئيس نادي الزمالك. يعني مش هيتم تعيينه من قبل اللجنه الاولمبيه او وزاره الشباب والرياضه، لا يا سيدي ما تقلقش، مفيش لجان تاني ان شاء الله. اتمنى بس ان احنا نسرع من عمليه انعقاد جمعيه عموميه وتحديد موعد لطرح الاسماء او تقديم الاسماء اللي هتدخل ان شاء الله الانتخابات على مقعد رئيس نادي الزمالك وعلى مقعد نائب رئيس نادي الزمالك. طيب السؤال الاهم واللي قلت لنا عليه في البدايه، هل بعد فتره انتهاء حبس مرتضى منصور هل يحق ليه العوده مره اخرى رئيسا لنادي الزمالك او تقديمه في الترشح على رئاسه نادي الزمالك؟ احب اقول لك لا. ليه بقى؟ لان طبقا لقانون الرياضه المصريه واللائحه الاسترشاديه رقم 41 بيقول فيه ان اي عضو مجلس اداره في اي نادي أخذ حكم جنائي بيقيد حريته بتسقط عضويته، وبالتالي لا يحق ليه الترشح لأي منصب داخل النادي. وبكده مرتضى منصور خارج نادي الزمالك إلى الأبد. لو وصلت لنا في الفيديو بقى وانا قدمت لك معلومه، صلي على النبي، حتى لو ما فهمتش مني حاجه صلي على النبي، ده ثواب يا اخي، مش كده ولا ايه؟ وما تنساش بقى تعمل اشتراك وتابعني عشان تعرف كل اخبار نادي الزمالك ان شاء الله واخبار الكره المصريه والكره العالميه. انا محمد صلاح معاكم في الكوره مع صلاح، والسلام عليكم.